موديلين من شركة يانسن وانجلندر نفس المواصفات تقريبا، بل بالعكس الموديل الأرخص ارتفاعه أعلى من الموديل الأغلى. طب يا ترى فرق الفلوس ده بيروح فين؟ تعالوا مع بعض نشوف. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب يانسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب يانسن دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ودايما ان شاء الله بخير. معاكم فادي كراوية وزميلي محمود ابو ملوى من توكيل مراتب يانسن بدمياط. النهارده الحقيقة هنشرح لحضراتكم فروقات ونفرق لحضراتكم بين موديلين متشابهين جدا جدا جدا. لو شخص عادي ممكن يقول طب انا بدفع فرق الفلوس ده ليه؟ موديل الارخص دايما اللي هو بوكيت من شركة يانسن، وموديل دريمز من شركة انجلندرا التابعة ليانسن. الاثنين متشابهين جدا. لو حد مش فاهم قوي او خبرته مش عالية هيقول المرتبتين واحد. طب انا هدفع فرق فلوس ليه؟ النهارده هنقول لكم وجه التشابه الشديد بينهم والاختلافات البسيطه جدا اللي هتخليك خبير ان شاء الله تعرف تطلع الفرق ده منهم. نبدا الاول بالمواصفات. انا همثل موديل دريمز، والاستاذ محمود هيمثل موديل بوكيت من شركه يانسن. هو هيبدا بالمواصفات وانا هبدا بالمواصفات. هنبدا الاول بارتفاع المرتبه. ارتفاع المرتبة البوكيت 27 سم من شركة يانسن. ارتفاع موديل دريمز 26 سم. طبعا الفرق يعتبر واحد، يعني الارتفاع يعتبر واحد، وطبعا دائما مسموح بزائد 1 سم او ناقص 1 سم. يعني ايه زائد 1 سم او ناقص 1 سم؟ يعني مش لازم تقيس بالمزوره، مش لازم تقيس بالظبط يطلع معاك زي ما هو بيقولوا. متاح مسموح زائد 1 سم او ناقص 1 سم. وده اول مقارنه معانا، وجه مقارنه معانا. الارتفاع يعتبر واحد، تقريبا واحد. السوست في البوكيت 27 سم بتتكون من 255 سوستة. وطبعا احنا عارفين سوستة يانسن سوستة مضادة للصدأ، يعني متر مربع بيتكون من 255 سوستة. نفس الكلام في موديل دريمز، ايضا 255 سوسته في المتر مربع. يعني لما تيجي تحسبها المرتبه ممكن تعدي مع حضرتك 500 سوسته في المرتبه، وطبعا ده بيقدم دعم كويس جدا للظهر وبيملى كل الفراغات اللي موجوده تحت سطح المرتبه او تحت سطح ظهر حضرتك. المقارنه رقم 3 معانا وهي طبقات المرتبه الداخليه. البوكيت اليانسن فيها طبقة من القطن من كل وجه. وايضا موديل دريمز موجود بداخلها طبقه قطن داخليه، لكن مش هنقول من كل وجه، هنقول لحضراتكم ليه دلوقتي. الطبقه اللي بعد كده معانا او المقارنه اللي بعد كده معانا الطبقه الداخليه الثانيه اللي وهي طبقه الاسفنج. الاسفنج بيتكون من ارتفاع 3 سم كثافة 30 من كل وجه برضه، يعني طبقتين اسفنج كل وجه فيه طبقة ارتفاع 3 سم كثافتها 30 سم. موديل دريمز من شركه انجلندر يحتوي ايضا برضو على طبقه اسفنج 3 سم، لكن هنا كثافه عالي الكثافه من انجلندر كثافه 33. الفرق الوحيد هنا ان الكثافه 33 وهنا الكثافه 30. كثافه السفنج الاعلى دائما بتقدم دعم افضل لظهر حضرتك. ده الفرق، هنا كثافه 30 وهنا كثافه 33. الفرق مش كبير لكن الكثافه دي برضو مؤثره وبتاثر في السعر. ليه بنقول لحضرتك هنا هتبقى طبقه قطن واحده وطبقه اسفنج واحده في موديل دريمز مش طبقتين؟ لان المراتب هنا في موديل دريمز بتعمل على وجه واحد، في حين موديل بوكيت ان موديل بوكيت بيعمل على الوجهين، عكس موديل انجلندر بيعمل على وجه واحد. يعني ايه بيعمل على وجه واحد ويعني ايه بيعمل على وجهين؟ في موديل دريمز السوست تحت كانها بطانه، كانها حجر اساس لبقيه الطبقات اللي عليها، والطبقات كلها بتتجمع في جهه واحده، وبالتالي المرتبه ما بتتقلبش، بتتلف بس كل فتره الراس مكان القدم كل 3 شهور. في حين ان موديل بوكيت المرتبة البوكيت 27 سم بتعمل على الوجهين. يعني ايه بتعمل على الوجهين؟ يعني الطبقات الداخلية اللي جوه المرتبة بتوزع بالتساوي على الجهتين. على رقم عكس طبعا موديل دريمز على بالظبط. اللي الطبقات فيه بتعمل على جهه واحده. هنا بتبقى الطبقات موزعه للجهتين من فوق ومن تحت. اما في موديل دريمز اللي هو ما بيتقلبش، بيشتغل على ناحيه واحده بس وبتتلف المرتبه على جهه واحده في موديل دريمز. موديل بوكيت هنا بيعمل على الوجه. رقم 2، احنا بنلف المرتبة كل 3 شهور، بنحركها مرة الرأس مكان القدم، ومرة بالظبط كده، ومرة بنقلب المرتبة على الوجه الآخر علشان نوزع الأحمال بالتساوي على المرتبة، يعني كل مكان يبقى تنام فيه أو فيه أحمال متساوية.
لنوصل من هنا يا فندم ان الفروقات بينهم بسيطه جدا. يعني لو حضرتك البادجت معاك او الميزانيه معاك مش مكمله، هتاخد موديل بوكيت وانت مطمئن تماما. لو عايز تزود مستوى الرفاهيه فانت هتزود مع بعض طبقه الاسفنج اللي كثافتها بتزيد وبتجمع الطبقات على ناحيه واحده في موديل دريمز. الفرق البسيط جدا ده هو اللي هيفرق مع حضرتك، ان موديل دريمز يحتوي على طبقه اسفنج 33 مكان طبقه اسفنج 30 سم. الفرق مش كبير، لكن الفرق هل مؤثر؟ في وجهه نظري الشخصيه اما شفت المادتين جنب بعض، ايوه مؤثر. موديل دريمز انعم من موديل بوكيت شويه، لكن الاثنين ممتازين جدا. الاثنين هيقوموا بوظيفه هايله، والاثنين ضمان معتمد 10 اعوام، ومش مفيش حاجه هتقول معاك هتعمل معاك اي مشكله ان شاء الله. يا رب تختاروا، ويا رب تكونوا استفدتم. نراكم قريبا ان شاء الله. السلام عليكم.